السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد. والنهارده مع حصاد السنه مع عالم المسلسلات، افضل 10 مسلسلات في سنه 2022. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان جدا بيساعد. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. مش محتاجين نقول المقدمه المعتاده والمهروسه واللي تقدر تقول كليشيه في عالم القوائم او عالم الترشيحات. دي قائمه شخصيه، فيا معلم قول لي ايه افضل 10 مسلسلات انت استمتعت بيهم على مستوى سنه 2022 اللي كان فيها كثافه على مستوى المسلسلات بشكل غير طبيعي، ونقدر نقول ان هي البدايه الحقيقيه لمنصات الاستريمينج سيرفيس على مستوى التنافس نتفليكس وامازون برايم وديزني واتش بي وماكس وغيرهم من المنصات اللي ايه تقدر تقول ايه اللي نقدر نقول في منهم اللي هيقع في منهم اللي هيطلع. يعني في منافسه شديده جدا هنشوفها على مستوى السنوات القادمه ان شاء الله مع بعض. المسلسل رقم 10 معايا هو مسلسل ذا اوفر، اللي بيقدم لنا قصة صناعة كواليس ثلاثية العراب، ثلاثية جاد فازر. ومين ما يعرفش جاد فازر؟ افضل ثلاثية في عالم تاريخ السينما، اللي بالنسبة لي طبعا ثلاثية لا يمكن انكار على مدى استمتاعك بيها ومدى تكيفك بيها، واللي المسلسل بيحاول يحكي لك الكواليس بتاعة صناعة الثلاثية دي كانت معانا عاملة ازاي. المسلسل رقم 9 معايا هو مسلسل بيس ميكر، مسلسل سوبر هيروز اللي السنه دي حرفيا بتشوف منافسه على مستوى المسلسلات خصوصا في السوبر هيروز شرسه جدا. بيس ميكر مميز بالنسبه لي ان هو لشخصيه نقدر نقول مش معروفه اطلاقا، سواء على مستوى شخصيات دي سي، على مستوى شخصيات مارفل، على مستوى شخصيات الكوميكس اطلاقا، لكن بتيجي على مستوى فيلم ذا سوسايد سكواد في 2021 بتاخد الجو والسكسيه هي، وطبعا شخصيه بلاد سبورت على مستوى الممثل ادريس البا. ولما بنتفاجئ في الكريدت سين ان ليها مسلسل وان الشخصيه لسه عايشه معانا كمان، وعلى مستوى تحمسك ايه الشخصيه دي ملهاش اي 30 لازمه، لكن لما بتيجي تخش في الحلقات بتدرك ان جيمس جان وجون سينا عملوا تقريبا احسن عمل ممكن يقدموه خلال السنوات الاخيره. حرفيا المسلسل ده فاجئني جدا، خصوصا انه متصنف ريتد ار، فكان بيكسر كل القواعد حرفيا على مستوى السوبر هيروز. مش مسلسل اسطوري لكن هو مسلسل متميز جدا، واقدر اقول افضل مسلسل سوبر هيروز اخر سنتين ازعم يعني بالكلام اللي انا هقوله ده. المسلسل رقم 8 معايا هو مسلسل فيفا انكفرد. وبدام احنا في سنه كاس العالم قطر 2022 لازم نحط حاجه معانا ريليت لكاس العالم. الوثائقي بتاع نتفليكس اللي حرفيا انا قاعد بتفرج عليه مش باخد اي معلومه على مستوى المسلمات اطلاقا، قاعد بتفرج. وطبعا بيحاول يستعرض لك كل حاجه على مستوى اللقاءات القديمه، على مستوى الاخبار، على مستوى انه جايب لك صحفيين ومسؤولين ولاعبين، وفكره النظره الدونيه اللي زي ما قلتها في المراجعه ان شاء الله. فكره ان انت ايه هم باصين للافارقه وباصين للعرب، بحيث ان كاس العالم جنوب افريقيا 2010 وكاس العالم قطر 2022 فكره انها حاجه خارقه للطبيعه، وان فكره كره القدم كانت نظيفه قبل ما جنوب افريقيا وقطر يستضيفوا كاس العالم. يعني طبعا فكره ان انت قاعد بتتفرج والله بجد يا عيني ما اعرفش ايه، بتاخد اي معلومه في مستوى الهزليه حرفيا، لان هم النظره والناس بدات تتكلم خصوصا طبعا رئيس الاتحاد الدولي طبعا السابق بلاتر. يعني انت عمال تشوف فكره اللي هو يعني انتوا ما اكتشفتوش الغلطات دي كلها غير قبل ما كاس العالم وتنزلوا طبعا الوثائق قبل طبعا بدايه كاس العالم. لا كل حاجه على مستوى المعلومات اللي تم عرضها على مستوى المسلسل ده كانت بالنسبه لي على مستوى الضحك حرفيا، لان اكيد احنا ما نعرفش الكواليس، بس الاكيد اللي احنا واثقين منه ان مش اول مره تحصل فضايح في فكره تاريخ الاستضافات بتاع كاس العالم. بس هم ايه جم على قطر وجنوب افريقيا وحبكوها شويه، ولكن اتقوا على قطر في العيار حبتين. المسلسل رقم 7 معايا هو مسلسل ذا تيرمينال ليست، مسلسل الاكشن والحربي. فكره ان انا بشوف كريس بريت بيعمل حاجه حرفيا شفت وجهه مغاير تماما على مستوى اخر 3 سنين على مستوى افلامه او مسلسلاته ايا كان من اعماله السابقه اللي بيعملها. كريس بريت يا جماعه في المسلسل ده قدم له دور الاب ودور الجندي ودور الضابط اللي تمت خيانته في قصه المسلسل. اوريدي عملت ريفيو اصلا عن المسلسل، فانا بس ايه بحكي في عجاله سريعه. فكره ان انا بشوف الاكشن مقدم على افضل مستوى ممكن حرفيا، واعتقد بعد نهايه المسلسل انا متحمس لو يكون في موسم تاني ان شاء الله، لان المسلسل كان متنفذ بافضل طريقه ممكنه، وارشحه لك جدا لغايه دلوقتي لو كنت ما شفتوش. المسلسل رقم 6 معايا هو مسلسل وينزداي، اللي بيحكي لنا عن شخصيه وينزداي احد الشخصيات الشهيره في ثلاثيه الافلام الشهيره بتاعه عائله ادمز فاميلي. المسلسل اللي تقدر زي ما قلت لك في الشورتس اللي رجعت فيه على المسلسل ده في عجاله سريعه، المسلسل في الاجواء الطفوليه بتاعته، اجواء التحقيق، اجواء ان في شخصيه مغايره تماما وشخصيه عبوسه، انا اسف في اللفظ ده، يعني شخصيه عمالين تشوف النظرات او الاكتنج بتاعها عامل ازاي.
بس اكتر حاجه مميزه بالنسبه لي في المسلسل ان انت بتشوف حاجه مشابهه، انا بدي تشبيه والله هو اللي جه في لحظتها بعد ما خلصت المسلسل. فكره ان انا بشوف جو المدرسه، فكره ان انا بشوف الحاجه اللي اتعودت عليها في الافلام اللي انا اتربيت عليها مثل افلام هاري بوتر، حاجه مغايره ومختلفه تماما، بس فكره عالم السحر وعالم الناس المنبوذين هي بالنسبه لي مشابهه لهاري بوتر. واعتقد كلنا متحمسين ان شاء الله للموسم الثاني من مسلسل وينزداي على شبكه نتفليكس. المسلسل رقم 5 معايا هو مسلسل 1899 ياتي معنا من صناع مسلسل دارك. المسلسل اللي ما كانش طبعا جاي بتحديات كتيره جدا. فكره هل الصناع ذات نفسهم هل هيتفوقوا على العمل اللي عملوه على مستوى 3 مواسم من مسلسل دارك، وفكره السفر عبر الزمن والترابط الشديد على مستوى ال3 مواسم اللي عملوهم والحبكه اللي تقدر تقول مربوطه جدا. هل عمل من موسم واحد يقدر ينافس مسلسل دارك او فكره الثلاثيه بتاعت مسلسل دارك على مدار 3 مواسم؟ بالتاكيد لا، وبالتاكيد المسلسل ما نالش الاعجاب الشديد. وانت لو رجعت اصلا لمسلسل دارك هل نال نفس الاعجاب في الموسم الاول حتى بانبهارك ليه؟ في انقسامات كتير عن المسلسل ده، بس الاكيد ان المسلسل ده انت هتستمتع بيه جدا. واؤكد لك انك اول ما تبتدي اول حلقه لازم تاخد حلقه ورا الثانيه ورا الثالثه، على اقل تقدير هتاخد 4 حلقات و4 حلقات. المسلسل كان ممتع بدرجه غير طبيعيه. المسلسل الرابع معايا هو مسلسل جيفري دامر. وهقول في البدايه كده ده مش مرشح لكل الناس، مسلسل لقصه حقيقيه، مسلسل لفكره قاتل كان معانا في امريكا في التسعينات، بيحكي بقى عن فكره العنصريه وازاي كان معانا قاتل اكل لحوم البشر. يعني هو مش عارف اقول برشحه ولا ايه، بس انا المسلسل نجح انه يكرهني. هي مش شخصيه، هي شخصيه حقيقيه، ما هو بس المسلسل مادام نجح انه يقرفني ويخليني افكر في المنظور اللي كان بيحصل ده طبعا في التسعينات وقتها. وفكره ان احنا دلوقتي بعد ما المسلسل تم عرضه، واعتقد في وثائقي عن المسلسل ده برضو، يعني في مسلسل وثائقي مختلف تماما عن القاتل جيفري دامر. وفكره ان انت بتقعد بقى تبحث عن بعد ما خلصت تجربه المسلسل تشوف الكواليس الحقيقيه وفكره المحاكمه وفكره الكواليس بتاعت كل ضحيه من ضحاياه. يعني هو ده بالنسبه لي على مستوى تجربتي في المسلسل اللي مش هقول انا برشحه، بس فكره ان المسلسل عرفني اكتر عن الوساخه والقذاره اللي كانت بتحصل، مش هقول اكتر من كده. المسلسل الثالث معايا وبرده مسلسل مستند على قصه حقيقيه هو مسلسل بلاك بيرد، اللي بيحكي لنا عن احد الشباب اللي بيتاجر في تجاره المخدرات، لكن بتنجح منظمه الاف بي اي انها تقبض عليه وبتعرض عليه صفقه. فكره ان هي بتعرض له صفقه ان هي يخرجوه من السجن ويعملوا معاه ديل مقابل ان هو يعرف ياخد معلومات من مشتبه لقاتل اطفال. المسلسل طبعا مسلسل سجون، فئه السجون، يعني في فكره مسلسلات بريزون بريك وما الى اخره من المسلسلات المشابهه ليه. المسلسل نجح انه يقلقني من الدقيقه الاولى. فكره ان انا قاعد مع الشخصيه الرئيسيه بتاعتي، قاعد بنغوص معاها فكره التجربه والرحله مع القاتل ده وازاي ممكن نخرج المعلومات منه. فمسلسل مرشح ليك بكل تاكيد وهتستمتع بيه جدا، وارشحه لك طبعا، وبيعرض طبعا على منصه ابل تي في بلس. المسلسل الثاني معايا وهو مسلسل سيفرنس، وبرضه يعرض على شبكه ابل تي في بلس. بيرشح لك او بيقدم لك قصته ازاي. فكره ان انت ماذا لو في يوم من الايام الانسان او الشخص اللي بيشتغل في شغله شخص مختلف تماما ومغير تماما عن الشخص اللي بيقعد في حياته الطبيعيه. ماذا لو في وقت ساعات العمل بتاعتك انت شخص وفي حياتك العاديه انت شخص؟ ماذا لو ما بتفتكرش اللي بيحصل هنا عن اللي بيحصل هنا عشان تكون تقدر تقول بتجربه مختلفه تماما؟ هل في الاول وفي الاخر ممكن نستنتج ان انت بتصنع شخصيتين مختلفتين ليك وبتعمل واحد فيهم مسخ وعبد في العمل؟ هو ده فكره المسلسل اللي اجواءه هاديه جدا. بس اقول لك حاجه بجد، انا عارف ان انا اقول لك حاجه على مستوى تجربتي. قعدت بعد اول حلقه كده ما رضيتش اتفرج على المسلسل غير على مستوى الحلقه الاخيره، بعد خدتهم كده ال6 حلقات اعتقد كلهم ورا بعض. المسلسل اتكيف منه جدا، عشان عبال ما توصل للحلقه الاخيره اعتقد الحلقه السادسه، المسلسل كله مكون من 6 حلقات، هتتكيف جدا بالنهايه اللي هتعمل لك كليف هانجر. هاتوا الموسم الثاني في اقرب وقت ممكن. المسلسل ده هتكون نهايتك معاه بالظبط. هاتوا الموسم الثاني في اقرب وقت ممكن. المسلسل رقم 1 وهو افضل مسلسل بالنسبه لي على مستوى سنه 2022، مسلسل هاوس اوف ذا دراجونز. بيرجعنا لعالم جيم اوف ثرونز، مسلسل عن عائله التارجاريانز. مش محتاجين ندي مقدمات، المسلسل اشهر يعني بكتير من ان احنا نشرح قصته ونشرح العوامل اللي فيه. لكن نهايه المسلسل
بتقول لك هو انتوا برضه هتجيبوا النهائي الموسم الثاني امتى؟ احنا عايزين نشوف الحرب الحقيقيه اللي كنا على مستوى بعد الحلقات الخمسه السته السبعه، بعد اول 7 حلقات مثلا نقدر نقول فين يا جدعان الحرب؟ فين؟ ابتدوا طيب يعملوا حرب خفيفه عشان تحمسونا للموسم الثاني. لكن الموسم قفل بطريقه الهدوء والرزانه، وفكره ان انت ايه، واحده واحده الحرب بتستوي، واحده واحده هناخد شخصياتنا، واحده واحده هنستوي على الحوارات، واحده واحده. واستنى الموسم الثاني اللي للاسف مش السنه الجايه 2024. انا الصراحه مش عارف ليه بقى عندهم، مش هقول كسل، بس فكره ان هم ما عندهمش سرعه في الانتاج بشكل مثلا يرجعك لايام الانتاجات العظمه، يعني بريكنج باد وجيم اوف ثرونز وذا ووكينج ديد وفايكنجز وبيكي بلايندرز. قبل 2020 يا جدعان المسلسلات دي سنه بسنه 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 بسنه، مش عارف ايه اللي بيحصل. المسلسلات كلها بقت ايه، سنه وفاصل سنه ونرجع بعدها السنه الجايه. طب ما هو فكره ما تتم التصوير، مش عارف بقى ده فكره تضارب مواعيد ولا تضارب مواعيد التصوير، مش عارف الصراحه. بس دي نقطه حبيت اقولها مع نهايه ترتيب افضل 10 مسلسلات بالنسبه لي على مستوى سنه 2022. في النهايه بالنسبه لي في قائمه شرفيه لافضل 10 مسلسلات في 2022. اللي افضل 10 مسلسلات دول اصلا كلهم مواسم جديده، مفيش مسلسل معتمد مثلا على موسم قبل كده او مسلسل قبل كده، كلهم مسلسلات جديده في السنه بتاعت تاريخ اصدارها. المسلسلات اللي في القائمه الشرفيه اللي هحطها معايا هي مسلسلات اغلبها طبعا من مواسم سابقه، بس لازم نذكرها كده في عجاله شديده، مش هنحكي عنها طبعا، احنا اقل من احنا نحكي عنها. عندك على مستوى سترينجر ثينجز الموسم الرابع، عندك على مستوى ذا بويس الموسم الثالث، عندك على مستوى بيتر كول سول الموسم السادس، عندك على مستوى مسلسلات مصريه منهم واحد شارك فيه صناع مصريين، مسلسل وش وظهر ارشحهولك وبشده، ارشحهولك وبشده. مسلسل جميل خفيف ولايت هيعجبك جدا وهتتسحل في العالم ده، اللي هو مسلسل ليميتد سيريز زي ما بيقولوا. المسلسل التاني معايا هو مسلسل منعطف خطر، المسلسل الاخير هو مسلسل مون نايت. دي كانت قائمتي بافضل 10 مسلسلات، دي كانت قائمتي بالمسلسلات الشرفيه السته معايا في سنه 2022. قول لي ايه افضل مسلسل بالنسبه لك، افضل 10 مسلسلات استمتعت بيهم، خصوصا ان زي ما قلت لك خلاص احنا بنسخن للي جاي في السنوات القادمه. 2023 ما كانتش بتهزر، دي بس كانت البدايه، ان 2023 و2024 هيكون في تنافس شديد للي ممكن يحصل ازاي على مستوى التنافس على منصات الاستريمنج سيرفيس. فكره ان انت حرفيا مش هيعدي شهر ما يكون غير في مسلسلات او مسلسل واحد يشد الانتباه على مستوى العالم كله. وبس كده اعزائي المشاهدين، ده كان كل اللي عندي النهارده. اتمنى في الاخر تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتشوفني وتشوفوا جاستن باك جديد في النهايه. كان معاكم محمد، اشوفكم الفيديو الجايه، سلام.